مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامجكم العالم هذا الأسبوع الذي يطل عليكم كل يوم الساعة 9 مساء بتوقيت الجزائر، 11 بتوقيت القدس، وكالعادة ملف الأسبوع بعد هذا الفاصل القصير. توترت جدا العلاقات بين الجزائر وفرنسا على خلفية تشكيك الرئيس مانويل ماكرون بوجود أمة جزائرية قبل الاستعمار كما انتقد النظام السياسي. وعلى خلفية هذه التصريحات، الرجل الأول في البلاد عبد المجيد تبون يستدعي السفير الجزائري لدى باريس كما يغلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية. لماذا أدلى الرئيس الفرنسي بمثل هكذا تصريحات والتي وصفتها الجزائر بغير المسؤولة؟ وكيف نقيم رد الفعل الجزائري على مثل هكذا تصريحات؟ كل هذه النقاط وأخرى سوف أحاول أن أثيرها مع الأساتذة الحاضرين معي في البلاتو. الأستاذ ريدي مصطفى المحلل السياسي، مرحبا بكم. مرحبا. واستقبل كذلك الأستاذ الدكتور إسماعيل جوهري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية عبر الهاتف، مرحبا بكم. مرحبا. والدكتور أبو الفضل بهلولي الأستاذ بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مرحبا بكم. مرحبا بك. إذن قبل أن نبدأ النقاش لا بأس أن نتابع هذا العرض ولن نعود. مرحبا بكم مشاهدينا. أبدأ مع الأستاذ دريدي مصطفى. الرئيس الفرنسي تجرأ على تاريخ الجزائر وأدلى بتصريحات غير مسؤولة مثل ما ذكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والبيانات الرئاسية التي خرجت. برأيكم لماذا أدلى الرئيس الفرنسي بمثل هكذا تصريحات؟ شكرا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة. يعني بكل بساطة يعني أن تصريح رئيس دولة في مقام ماكرون رئيس دولة مثل فرنسا من المفروض أن يعني يكون متزن، يكون فيه ضوابط، لأن هذا الإنسان هو رجل أول في الدولة، يمثل شعب، يمثل دولة لها سيادة، يمثل دولة في المجال الدبلوماسي في العلاقات الدولية، وبالتالي كان يعني ينبغي عليه أن يكون أكثر دبلوماسية وأكثر لباقة وأكثر اتيكيت يعني في الجانب الدبلوماسي. وبالتالي خفايا أو ما وراء إعلانه أو ما وراء تصريحه لا نستطيع أن نعرف الأسباب الحقيقية التي دفعته لمثل هذا الإعلان، ولكن كاين خلفيات. فرنسا مقبلة على انتخابات رئاسية، ربما فيه دوافع من وراء هذه لإبراز أو لمحاولة استقطاب فئة معينة من أنصاره أو من المنتخبين. لكن يبقى دائما أن نقول أن في السياق هذا أن هذا دائما يبقى رئيس دولة، ومن المفروض أن رئيس دولة مهما كانت هذه الدولة، مهما كانت علاقتها مع الدولة الطرف الآخر، لازم يكون دائما يعني نوع من ضبط النفس واللياقة الدبلوماسية، يعني اللباقة الدبلوماسية عفوا. وبالتالي لابد أن تصريحه يكون متزن وما يعني ما يصرحش بمثل هذه التصريحات. ولكن للأسف حتى يعني نعمم النظرة أن يعني في السنوات الأخيرة، في العشرية الأخيرة، لاحظنا بأن مستوى الرؤساء في الدول، يعني كثير من الرؤساء
وخاصة بعض الدول اللي هي معروفة مثل الولايات المتحدة وفرنسا وغيرها من بعض الدول اللي عندها سمعة على المستوى الدولي ولها عندها نفوذ وعندها يعني كلمتها وتقولها في العلاقات الدولية، أن يعني أسلوب الخطاب أو أسلوب ردود الأفعال لم ترقى إلى مستوى الدبلوماسي اللي كان معهود فيه في السنوات الماضية أو في العهود السابقة. ودي لاحظناها مع الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب، انه عندما كان يخاطب بعض الدول يعني يتكلم ببعض الاساليب ارتجاليه، يعني باساليب لا اخلاقيه منحطه نوعا ما ولا ترقى الى المستوى الدبلوماسي اللي من المفروض ان يلتزم به كل رئيس دوله تجاه محدثيه او تجاه الطرف الاخر، مهما كان طبيعه العلاقات التي تربطهم يعني بين هذه الاطراف. وللاسف ان الرئيس ماكرون يعني اعطى صوره سلبيه على مستواه الدبلوماسي، يعني حتى ان يعني كثير من الذين علقوا وخاصة من يعني كما نقولوا احنا من اهله، من شاهد من اهلها، يعني مسؤولين وحتى محللين ومثقفين فرنسيين انتقدوه بشدة في هذا التصريح، وحتى البعض انهم حتى تكلموا حتى على مستواه السياسي والدبلوماسي، لأن ليست المرة الأولى التي يقع في هذه الأخطاء والسقطات، وإنما تكررت هذه الأخطاء، وفي كل مرة كان يبحث عن مبرر ويبحث عن مخرج ليعتذر ويحاول أن يصحح التصريح الذي قاله من قبل، ولكن للأسف هذا يحسب عليه وليس له. أكيد. إذا أربط الاتصال مع الأستاذ إسماعيل جوهري. تسمعني أستاذي؟ أستاذ جوهري، بدوركم كيف تابعتم تصريحات الرئيس وردود الأفعال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؟ تفضل أستاذ. نعم، لدي قلت أن هذا الأستاذ لم يسبق لي رئيس الجمهورية، اتفق مع الدبلوماسية أن الرئيس وهو يتكلم من باب المسؤولية. الصوت رديء، لا أسمعك أستاذ جوهري، لا أسمعك. نعم. جيدا، لا أسمعك جيدا أستاذ، الصوت رديء جدا. قلت لك أن تلك التصريحات، هل الصوت أحسن؟ أحسن أستاذ، تفضل. نعم، قلت لك أن ما قاله ماكرون هو سابقة في الأعراف الدولية، لأنه فيه قنوات وطرق بالنسبة للاتصال السياسي لمن يتحمل مسؤولية، ولا سيما أسمى المسؤوليات رئيس الجمهورية، بحيث لا يحق له أن يقول كلام وفقط، وإنما كل ما يقوله رئيس الجمهورية في إطار الاتصال المؤسساتي لابد أن يخضع للتنقيح وأن يتفادى إثارة أزمات. كل من الجزائر وفرنسا فهي غنى عنها، وبالتالي كان مصدر توتر. وأشاطر ما قاله الأستاذ أن حتى النخبة المثقفة والفواعل السياسية حتى في فرنسا استنكروا هذا الموقف من ماكرون، وكأنه فقد توازنه وأنه في حالة ارتباك. وربما هنا السؤال يطرح: لماذا فعل ما فعل ماكرون؟ نعم. يعني أعتقد أن هذا هو السؤال الحقيقي. وبكل صراحة في هذا المشهد لا يمكن أن ننسى أن الجزائر أصبحت وقود للحملة الانتخابية الفرنسية. أكيد. بمعنى أنه أراد التمشيط في الوعاء الانتخابي لليمين المتطرف الذين أصبحوا كلهم يستثمرون في الجزائر خاصة والمهاجر بصفة عامة. لكن أستاذ إسماعيل جوهري، الأستاذ كذلك أستاذ ضيفي أشار إلى أنه ماكرون يريد أن يلعب على ورقة الانتخابات في المقبلة يعني 2022، لكن هناك جالية جزائرية متواجدة بقوة في فرنسا ووعاء انتخابي مهم. لا أعتقد أن ماكرون لم يقل ما يقول، إنما قاله بسبق تخطيط وتدبير.
وهو يعرف أن جاليتنا في الجزائر، واعتقد ان هذا هو السبب الذي جعل الرئيس تبون يستحدث منصب وزير مكلف بالجاليه، حتى وزير الخارجيه مكلف بالجاليه، لان تلك الجاليه تحتاج الى حشد وتعبئه حتى تكون حققه سلاح سياسي يجعل الفرنسيون يحترمون اكثر الجزائر. أكيد. وبالتالي اقول ان تلك الجاليه عند الموازنه جعلت ماكرون يميل الى اليمين المتطرف ويجهل او يتجاهل الجاليه الجزائريه، لانه يعلم ان الاصوات كل الاصوات انما هي موجوده في هذه الطروحات المتطرفه، على اساس ان المهاجر والعربي والاسلامي والمسلم والاسلاموفوبيا هي سبب مشاكل كل فرنسا. إذا أستاذ الدكتور أبو الفضل بهلولي، تسمع ضيوفي؟ نعم نعم. تعقيب ربما إضافة على ما قاله في خصوص هذه النقطة وتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي أثارت الكثير من الجدل ووترت العلاقات بين البلدين. تفضل أستاذ. إذا مساء الخير الأخت ياسمين ولضيفيك الأستاذ مصطفى والأستاذ إسماعيل. دعيني أقول لك على أن تصريحات الرئيس الفرنسي ماكرون تخالف أولا القانون الدولي، وكذلك تخالف ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار على أن ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي يعتبر مساس بمبدأ السيادة الجزائرية، وهذا يشكل انحراف كبير في العمل الدبلوماسي ما بين البلدين. فتصريحات ماكرون جاءت في سياق الحملة الانتخابية أو تجاذبات الحملة الانتخابية. أكثر من ذلك دعيني أذكرك بما فعله ماكرون في الأسابيع الماضية عندما قام بتكريم ما نسمونه نحن بالحركة والخونة، وهذا يشكل نوع آخر من استفزاز بالنسبة للشعب الجزائري. هنالك نقطة مهمة ذكرت في الدستور الجزائري، في ديباج الدستور الجزائري، على أن الأمة الجزائرية موجودة منذ ملايين السنين، وكأن المؤسس الدستوري كان يستشرف لوقوع مثل هذه الانزلاقات وهذه الانحرافات. أكثر من ذلك أذكرك بالرجل التغنيفي المتواجد في ولاية معسكر، وهو أقدم رجل في إفريقيا، وفي أبحاث أخرى تثبت على اكتشاف أقدم رجل في العالم في ولاية طيف. يعني كلها مؤشرات على أن الجزائر عبارة عن أمة قبل حتى هذا الاستثمار الفرنسي. إذا ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي يشكل انزلاق كبير في الدبلوماسية السياسية، وكذلك يشكل توتر وفي العلاقات. والرد الجزائري كان شيء جميل لما كان أولا رد سريع من قبل تصريحات الدبلوماسية، وانتقلنا من الدبلوماسية الكلامية إلى الدبلوماسية الفعلية عندما قامت السلطات الجزائرية باستدعاء السفير الفرنسي، وهذه كانت صدمة كبيرة بالنسبة للفرنسيين، وكذلك دعوة سفير الجزائر المتواجد بباريس. النظام الفرنسي لا يدرك نقطة مهمة ومتغير كبير في الجزائر، على أن صانع القرار في الجزائر بعد الحراك الأصيل المبارك ليس هو صانع القرار قبل الحراك، أن المفاوض الجزائري بعد الحراك الأصيل المبارك ليس هو المفاوض الجزائري قبل الحراك الأصيل المبارك. لابد على النظام الفرنسي بداية من الرئيس أن يدرك أننا دخلنا في سياسة جديدة في الجزائر وفي جزائر جديدة. ربما هذا المتغير الكبير لا تدركه السلطات الفرنسية ولا النظام الجزائري، وبالتالي ما قامت به الجزائر يدخل في إطار ما يعرف في اللغة الدبلوماسية بالدبلوماسية الرزينة، بالدبلوماسية الحاكمة، بالدبلوماسية التي لا تستجيب للاستفزازات. ففرنسا قامت بتصريحات، الجزائر قامت كما يعرف في القانون الدولي بالمعاملة بالمثل وردت عليها بالتصريحات. الشيء المهم في هذه العلاقات أو في توتر العلاقات وهو قرار الجزائر بمنع الأجواء الجوية على الطائرات الفرنسية. هذا أعتبره تصحيح لخطأ استراتيجي وقع سابقا. فالجزائر اليوم في ظل قيادة حاكمة ورشيدة قامت بتصحيحات الخطأ ومنع الطائرات العسكرية من المرور على المجال الجوي، خاصة أن فرنسا اليوم شبه منعزلة
وهذا ما نتيجة فقدانها لصفقة كبيرة ما يعرف بصفقة الخواصر. أكيد هذه نقاط أستاذ نعم. بهلولي سوف نتطرق إليها خلال عمر البرنامج. أعود إليك أستاذ مصطفى دريدي. مثلما تحدث الأستاذ أبو الفضل بهلولي عن رد الفعل القوي للجزائر من خلال استدعاء سفيرها لدى باريس، كما أغلقت المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية، كيف تقيمون الرد الجزائري؟ طبيعة الحال رد الفعل الجزائري رد منطقي ورد يعني في مناسب، لأن أي دولة مهما كان حجمها مهما كان وزنها في العلاقات الدولية فهي تعتز باستقلالها واستقلاليتها، وتعتز بسيادتها، وتعتز باستقلالية قراراتها، وبالتالي وايضا تحترم وهي تتبنى مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول الغير، وبالتالي ايضا لا تريد اي احد ان يتدخل في شؤونها الداخليه. هذا في الجانب المبادئ اللي تحكم السياسات الخارجيه للدول، وخاصه احنا في مبادئ سياستنا الخارجيه. لكن رد الفعل السلطات الجزائريه على تصريحات ماكرون طبيعة الحال هذا رد فعل أقل ما يقال أنه رد فعل طبيعي ومنطقي، وربما نستطيع أن نقول أنه يعني كان في إطار متزن، رد فعل في إطار متزن بطبيعة الحال مع القرارات التي اتخذها، ولكن لم تتجاوز يعني رد فعل السلطات الجزائرية لم يتجاوز الباقة الدبلوماسية في الرد، بمعنى أنه ألزم صاحب التصريح مكانه وأوقفه عند حده من خلال تصريحاته، ولكن من خلال تصريحات وزير الخارجية الجزائري أو تصريحات الوزير الأول أو غيرها، يعني كانت تصريحات متزنة ومحافظة على يعني في إطارها الأخلاقي واللباقة الدبلوماسية، بدليل أن رمضان العمامرة مؤخرا عندما يعني في يوم 6 أكتوبر قال بأن الأزمات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر ومالي تنبع من إفلاس ذاكرتها أو إفلاس في الذاكرة، يعني لافايت ميموريال، بمعنى أن هذا الذي يصرح يدل على أن هذا التصريح يدل على أن هناك إفلاس في ذاكرة صاحب التصريح، يعني حتى ولو كان لم يسمى أو لم ينعت باسمه. الدبلوماسية هي واجهة للسياسة الخارجية. إذا كانت صريح في مستوى رئيس دولة تجاه دولة أخرى بهذا المستوى، فهذا يعني يبين أن هناك توجه في السياسة الخارجية غير متزن أو غير واضح المعالم. السياسة الخارجية الفرنسية في السنوات الأخيرة وما زالت لحد الآن تعاني الكثير من المشاكل، وحتى فيها انتقادات داخلية. في الداخل هناك انتقادات لتوجهات السياسة الخارجية الفرنسية مع ما يحدث في العالم، مع التطورات، مع الأحداث المتسارعة التي يشهدها العالم. وبالتالي فرنسا يعني اللي تعتبر يعني ثالث في المرتبة الثالثة في التمثيل الدبلوماسي في العالم، يعني بعد الولايات المتحدة والصين، لديها 160 سفارة في العالم، عندها 89 قنصلية. هذا الكم الهائل من السفارات والتمثيليات الدبلوماسية يبين بأن فرنسا يعني لديها سياسة خارجية تريد أن تبسط يعني أو تتواجد في كل منطقة في العالم، وأن يعني تطبق سياستها في كل مناطق في العالم، وتبني شبكة من العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال الشبكة الدبلوماسية هذه. ولكن إذا وصلت السياسة الخارجية أنها يعني من المفروض أنها تتطور وفق التطورات التي يشهدها العالم على مستواه الدولي الإقليمي وحتى المحلي. ولكن ما يحدث الآن أن ماكرون بانتقاد بعض المفكرين وحتى الكتاب والمحللين الفرنسيين أن ماكرون بدأ يفقد هذه الصفة، صفة يعني رجل دولة الذي يقود سياسة خارجية منفتحة ومتطورة وواعية بما يحدث في العالم. وبالتالي نلاحظ أن ماكرون في السنوات الأخيرة فتح عدة جبهات
صراعيه دي كونفليكتواليتي مع كثير مع بعض الازمات، وخاصه نلاحظوا نعطيو مثال ان مثلا العلاقات الفرنسيه التركيه، العلاقات الفرنسيه التركيه تدهورت الى حد متوتر جدا كبير في السنوات الاخيره، حتى ان ماكرون يعني وقعت معه حوالي واحد على 7 مرات، يعني 7 مرات تلاسنات مع الرئيس التركي اردوغان في قضايا معينه، سواء في الازمه السوريه او حتى في قضيه اللاجئين او مساله النفط في يعني وقوف في منطقه شرق البحر الابيض المتوسط، وقوف فرنسا ودعمها لليونان وغير ذلك. يعني فرنسا كانت لها تدخلت في كثير من الازمات وحشرت نفسها في ازمات بعيده عنها، ولكن كانت لها صدامات مع الطرف الاخر اللي كان في صراع، وهو مثلا في تركيا في قضيه تاع الغاز في شرق المتوسط. ولهذا نلاحظ ان في يعني صدر كتاب، الان صدر كتاب ربما يخرج في سنه 2022، هو صدر في 21 في هذه السنه، كتبوه مجموعه من الكتاب تحت سو لا ديريكسيون، يعني تحت رئاسه الكاتب السياسي الكبير برتون بادي، اللي سمي ب لا فرانس ان بويسونس كونتراري، بمعنى فرنسا قوه محبطه، يعني راهي تشهد نوع من الاحباط في على كل المستويات، خاصه تحت قياده الرئيس ماكرون وما قبلها. في عنوان فرعي في هذا الكتاب، عنوان يسمى دبلوماسيه ايمانويل ماكرون، قوه بلا ضوابط وتوازنات، لا دبلوماسي ديمانويل ماكرون ان بوفوار سون كونتر بوفوار، كتبو ريني باكمان. يعني هنا يحلل بان الدبلوماسيه تاع ماكرون يعني ما فيهاش توازنات، ما فيهاش اتزان، يعني لا يستطيع ان يوصل الرساله بطريقه دبلوماسيه متزنه للطرف الاخر، حتى ولو كان معه في صراع او في خلاف او غير ذلك. وبالتالي سمى بقوه بلا ضوابط، ما عندهاش ضوابط وما عندهاش توازنات، ما كاينش توازن. وهذا يدخل في اطار ما قاله، لان عندما رئيس دوله يتحدث على دوله معينه، مثلا على الجزائر، تتحدث على قضيه معينه، وانت كان اجتماع مع مجموعه من الشباب وتحدث معهم وغير ذلك، لكن تذهب الى ابعد من ذلك في تصريحاتك، ويعني تضع قضيه وجود الدوله الجزائريه او الجزائر في حد ذاتها في اطارها التاريخي وتنكر وجودها. يعني هنا نوع من تجاوز الحدود حتى العلميه. لابد ان يكون عندك اطلاع وعلم في التاريخ حتى تتحدث على بلد معين، هل كان موجودا وغير موجود، ومتى وجد، وما هي اصوله، وكيف تطور وغير ذلك. في هذه النقطة حتى نتقدم أكثر. أكيد أستاذ دريدي، حتى نمشي أكثر في النقاش ونتقدم. أستاذ اسماعيل جوهري، تسمعني؟ نعم. الحديث عن التشكيك في أمة أو في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي، هل هذا يأخذنا إلى القول بأن ما زال الفكر أو المدرسة الكولونيالية موجودة في الداخل الفرنسي، في عقلية صانع القرار الفرنسي؟ نعم ربما هذا هو المقصود، خاصة أنه هذا الطرح كان موجود يعني في ثلاثينات القرن الماضي عن وجود أمة. تفضل أستاذ. هو التبرير الاستعمار أو الاستدمار أحسن، إنما يرتكز على هذا الطرح الذي يدعي أن الدولة الجزائرية والأمة الجزائرية كأمة لم تكن موجودة دوما عبر التاريخ. وعندما يجدد القول أو يطرح هذا القول من جديد ماكرون، معناه أنه ما زال يفكر بالعقلية الاستعمارية التقليدية. معناه هو كذلك رغم أن صغر سنه يعني نسبيا، أنه لم يتحرر من العقيدة الكولونيالية فعلا، غير الوجه الذي أرانا إياه في حملته سنة 2017. يعني غير الوجه تماما. نعم تغير تماما، وربما هذا يبشرنا بخير. أقول لك لماذا. تفضل. يعني أن يخرج بهذه الطريقة السافرة ويعتدي على الشعب الجزائري، لأن القرآن الأمة واعتداء على الشعب الجزائري، بالإضافة إلى إصدار حكم
حول نظام معين يقول انه سياسي عسكري تستثمر فيه القياده على اساس الحقد على فرنسا. اذكر فقط ان السند الاول والاخير والدائم الى اخر لحظه لبوتفليقه هو هذا ماكرون، ضد الملايين من الجزائريين الذين خرجوا الى الشوارع للمطالبه بعدم تجديد العهده الخامسه. يعني هذا موقف ماكرون. واقول لك لماذا هذا يبشرنا بالخير ويؤكد اننا اتخذنا خطوه في الاتجاه الصحيح. ماكرون يدرك اليوم ان مصالح فرنسا في الجزائر منتهيه وهي في حاله تراجع، والدليل موجود في جميع المجالات اننا حقيقه قمنا بكسر هذا الرابط والوصايه مع فرنسا، وحاليا نحن دوله تتعامل بندية ونختار أو نبني تحالفات جديدة ولا سيما مع الصين. وهذا الذي يزعج فرنسا لأنها تدرك ليس في الجزائر فقط، في إفريقيا، شعوب إفريقيا وقادة إفريقيا المالي كمثلا أصبحت فرنسا تتراجع وتفقد تلك الأفضلية التاريخية التي كانت لها. ووصلت الشعوب إلى وعي ما أن فرنسا هي سبب تخلف أفريقيا وإبقائها دائما دون إقلاع اقتصادي أو حضاري أو ثقافي. وبالتالي التأكد من أن الجزائر خرجت من دائرة المصالح الضيقة لفرنسا هو الذي جعل ماكرون يجاهر بالعدوان، لأنه يعرف أن استقطاب أصوات داخلية أهم من مصالحه مع الجزائر، لأن المصالح هذه أصبحت شبه منتهية كما قلت. الأستاذ أبو الفضل تسمعني؟ نعم. الأستاذ جوهري يقول بأن خروج فرنسا من دائرة اهتمامات صانع القرار الجزائري هو الذي أزعج فرنسا. ماذا تقولون أستاذ أبو الفضل؟ أكيد أنا أسير في هذا المنهج في نقطة جد مهمة، على أن ما ذكره ماكرون كان قد ذكر سابقا في اتفاقية إيفيان عندما شكك بعض المتطرفين في فرنسا على أن الجزائر ليست بأمة، لكن ما يقوله ماكرون يخالف المؤسسات الدستورية في فرنسا. فمجلس الدولة الفرنسي اعتبر على أن الجزائر عند دراسته لاتفاقية إيفيان اعتبر على أن الجزائر هي تعتبر كدولة وكأمة، وبالتالي ما يقوم به ماكرون يخالف ما يسمى بالمؤسسات الدستورية في فرنسا. هذا من جهة. كذلك على أن ما ينتهجه اليوم ماكرون هو أننا نقوم في نوع من التوتر. لماذا؟ لأن صانع القرار في الجزائر قام بطرد العديد من المؤسسات الفرنسية التي كانت تنهب ثروات الشعب الجزائري. هذا من جهة. كذلك على أن الجزائر أصبح لديها مجال اقتصادي حيوي كبير، فصانع القرار الجزائري نوع من عملية التعاملات الاقتصادية، فله علاقات مع الصين وله علاقات مع روسيا وله علاقات كذلك مع تركيا، وكذلك الجزائر فتحت طريقها إلى إفريقيا. ما تقوم به فرنسا اليوم في القارة الإفريقية وهو خلق بؤر التوتر، وهو شيء ما وقع في المالي، وأخيرا انسحبت فرنسا وفشلت العملية العسكرية في المالي. ما تقوم به فرنسا من عرقلة حق تقرير الشعب الصحراوي لإخواننا الصحراويين، كذلك يعمل على جعلها بؤرة للتوتر، وبالتالي أصبحت اليوم فرنسا تفقد الكثير من نفوذها داخل إفريقيا. كذلك استقلالية القرار في الجزائر لا سيما بعد الحراك الأصيل المبارك. وسبق الأخ إسماعيل لما ذكرني بنقطة مهمة على أن فرنسا عندما خرج الشعب الجزائري كانت تساند خارطة الطريق آنذاك، والشعب الجزائري كان يرفضها. وبالتالي اليوم فرنسا من ناحية القانون الدولي تبدي سؤنيتها في التعامل مع الجزائر. وأذكركم بقرار خفض التأشيرات الذي مس الجزائريين بدون أي مبرر أو أي سبب، كلها مؤشرات ضد صانع القرار في الجزائر وضد النظام الجزائري الذي أصبح اليوم قويا بفضل قيادته الرشيدة. فنحن اليوم قمنا بانتخابات رئاسية، وقمنا كذلك باستفتاء حول الدستور، وقمنا كذلك بانتخابات مجلس الشعب الوطني، كله بناء ديمقراطي وبسيادة قوية. ربما أزعج الفرنسيين في هذا العمل، فالانطلاقة القوية في المجال السياسي الداخلي انعكس على الدبلوماسية الجزائرية الخارجية، بالإضافة إلى الانطلاقة الاقتصادية في الجزائر واستقلالية صانع القرار. ربما لمدة طويلة لم تكن لدينا هذه القوة، وبالتالي اليوم الفرنسيين في شبه عزلة
الفرنسيين اليوم امام سلطه قويه في الجزائر. الفرنسيين اليوم امام مفاوض جزائري قوي لم يعتادوا عليه. الفرنسيين او النظام الفرنسي اليوم امام صانع القرار الجزائري غير الذي كان يتعاملون معه. كلها مؤشرات جعلت من النظام الفرنسي ينجعز مما تقوم او مما يقوم من عمل داخلي وبناء ديمقراطي داخل الجزائر. أكيد. أعود إليك أستاذ مصطفى دريدي. غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية، لو تعدد لنا أستاذ الخسائر التي تمنع بها فرنسا على إثر غلق المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية؟ طبيعة الحال راح تكون انعكاسات، لأن عندما كان فتح أو عندما سمح للطائرات الفرنسية أن تعبر الأجواء الجزائرية لأداء مهامها حتى تختصر المسافات لأداء مهامها في مالي ودول الجوار مالي في عملية برخان. هنا يعني استفادت فرنسا في هذا الفتح المجال الجوي اللي فيه تقصير المسافه والتزويد بالطاقه يعني لطائراتها، وفي نفس الوقت يعني يربح الوقت، يعني حتى تربح الوقت في عمليتها. وحتى بالنسبه حتى للطائرات يعني العسكريه الفرنسيه التي كانت تعبر الاجواء الفرنسيه، يعني طلعتها كانت يعني حتى تستطيع ان يعني تعود الى قواعدها في اقرب وقت وتزود طائراتها بالوقود. ولكن في نفس الوقت نلاحظ بان الان في غلق المجال راح يعني تجبر فرنسا على تغيير مسار طائراتها، وراح تتزود بالوقود تبحث عن اماكن اخرى للتزود بالوقود، وبالتالي سوف تتعقد مهامها عكس ما كانت في السابق في هذه المنطقة، في منطقة مالي وجوار مالي. هذا نتيجة يعني يعني الانعكاسات نتيجة هذا التهور في التصريحات غير متزنة في دبلوماسية رئيس لا يعي عمق العلاقة والروابط التي يعني تربط بين البلدين، بغض النظر عن الجانب اللي ما زال مفتوح، الجانب العلاقات الاستعمارية، علاقة المستعمر بالمستعمر، اللي ما زال الشعب الجزائري وما زال كل حتى على رأس السلطات يطالبوا بالاعتراف بالجرائم الاستعمار وبتجريم الاستعمار وغير ذلك. ولكن تبقى دائما أن حتى أنهم ربما الاعتدالات وربما في بعض الأحيان بعض التعابير التي تحاول أن تفلت من الاعتراف بحقيقة ما وقع، تبقى أن يعني حسب رأيي أن الرؤساء الفرنسيين خاصة الرؤساء الأواخر، يعني إيمانويل ماكرون أو هولاند أو ساركوزي، يعني لاحظت أن مستوى التكوين السياسي ومستوى حتى الخبرة السياسية للرؤساء الفرنسيين الأواخر يعني بالمقارنة مع الرؤساء الأوائل من عهد دوغول وجيسكار ديستان وميتيرون وغير ذلك، نلاحظ أن مستواهم نقص وردود الافعال تاعهم ولات شعبويه ويعني تتماشى مع رغبات بعض الاطراف في المجتمع الفرنسي او في اذا عند هذه النقطه استاذ نخرج فاصل ولنا عوده. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وملف موضوعنا لنهار اليوم هو التوتر بين الجزائر وفرنسا على خلفية التصريحات النارية التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأسعد باستضافة الأستاذ دريدي مصطفى المحلل السياسي، وأساتذتي عبر الهاتف أستاذ إسماعيل جوهري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، وكذا الأستاذ أبو الفضل بهلولي الأستاذ كذلك في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بكم مجددا. إذن أستاذ نكمل في نقطة التي توقفنا عندها قبل خروج فاصل.
نعم، قلت بأن لاحظت بأن يعني ربما لست الوحيد، أن المستوى السياسي وحتى الدبلوماسي لرؤساء الفرنسيين الأواخر، يعني في السنوات هذول الأواخر الذين مروا على السلطة، أن مستواهم ضعيف، أو يعني في مستوى ضعيف بالمقارنه مع الرؤساء الذين سبقوهم، يعني مثل جيسكار ديستان او ميتيران او حتى يعني الذين سبقوهم من قبل. ذلك من خلال تصريحاتهم في كثير من المناسبات وردود افعالهم في بعض الازمات التي شهدتها العلاقات الدوليه بصفه عامه، او التي وقعت فيها فرنسا مع اطراف في صراع معين. لاحظ ان يعني ردود الافعال او الخرجات والتصريحات لرؤساء الفرنسيين الاواخر كانت فيها كثير من الانتقادات، وكان فيها ردود افعال ايضا في الداخل الفرنسي او في الاتحاد الاوروبي وغير ذلك. بالنسبه لماكرون الذي الان يطمح بان، او الذي سوف يعني يعمل على تحضير نفسه تحضير فرنسا لقياده الاتحاد الاوروبي في بدايه سنه 2022، هو ايضا يحاول ان يبرز شخصيته، لان هنا يدخل الجانب الشخصي، الجانب الكاريزمي في الشخصيه اللي تتمثل في رئيس دوله. يحاول أن يعطي لنفسه هذه الصورة على أساس أنه قادر أن يقود الاتحاد الأوروبي، وقادر أن ربما يعمل أكثر مما عملته مثلا إنجيلا ميركل وغير ذلك، لأن إنجيلا ميركل المرأة الحديدية المتزنة التي قادت يعني ألمانيا 16 عام منذ 12 سنة 16 سنة عفوا، بسياسة وحنكة، واستطاعت أن توفق وتوقع نوع من التوازن في السياسة الأوروبية مع الولايات المتحدة اللي كان في كثير من الصدامات فيما بينهم. ولكن إيمانويل ماكرون يريد أن يطمح أكثر، يريد أن تكون له يعني تكون سياسته وفاعليته وشخصيته أيضا أكثر مما فعله. ولكن للأسف آخر استطلاع اللي وقع مؤخرا في أوروبا حول شخصية إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل، أنجيلا ميركل نالت حوالي في الأصوات اللي تعطي لها تلك الشخصية المتزنة، تلك الشخصية التي قادت الاتحاد الأوروبي وقادت ألمانيا أيضا وأنعشت ألمانيا، أعطت لها 41% من نسبة الاستطلاع، بينما ماكرون تحصل على، حتى بالنسبة للفرنسيين اللي صوتوا عليه، تحصل على 14%، بمعنى يعني بعيد على شخصية أنجيلا ميركل في الوزن تاعو كشخصية كاريزمية وكشخصية سياسية وغير ذلك. وبالتالي تفرض نفسها على أساس أنها ما زالت تلك القوة العالمية اللي عندها يعني وزنها في العلاقات الدولية. ولكن يعني مع السياسات المنتهجة، السياسة الخارجية المنتهجة الفرنسية المنتهجة في السنوات الأخيرة، فقدت هذه البارقة وفقدت مكانتها بالمقارنة مع بعض الدول اللي بي ايمرجونت، وخاصة الصين اللي ظهرت أنها الآن أصبحت المنافس الأكبر للولايات المتحدة، العملاق الاقتصادي الذي نعم. استفاق. أستاذ حتى نتقدم أكثر في النقاش. والأستاذ أبو الفضل تسمعني؟ نعم اسمع. أستاذ، هذا السؤال الذي طرحته على الأستاذ مصطفى دريدي ما يتعلق بالخسائر التي تبنى أو منيت بها فرنسا على إثر غلق الجزائر لمجالها الجوي والمنع بمرور الطائرات العسكرية. تفضل أستاذ. نعم، أشكرك على هذا السؤال الجوهري. طبعا غلق المجال الجوي يعتبر قرار سيادي اتخذ من قبل السلطات الجزائرية. ثانيا يدرج في اطار تصحيح خطا ارتكب في النظام السابق. في النظام السابق هو الذي سمح لهذه الطائرات بالمرور، واليوم نقوم بتصحيح الخطا الذي ارتكبه النظام السابق، فهذا التصحيح يشكل مؤشر قوي على قوة داخل النظام الجزائري. هذا من جهه. من جهه ثانيه سوف يكون له تاثير جانب تمويل العمليه العسكريه من الناحيه الماديه، خاصة أن الميزانية المتعلقة برصد لهذه العملية سوف يتم مناقشتها في القانون المالي الفرنسي الذي تم إعداده وسوف يعرض على البرلمان الفرنسي
في اواخر ديسمبر. هذه نقطه مهمه. ثانيا عمليه تمويل الجيش الفرنسي او البقايا من الجيش الفرنسي المتواجد في المالي سوف يكون في عمليه نقص في التمويل بالعدد العسكري، وتقل العمليات العسكريه لا سيما العمليات الجويه، وهذا ينذرنا بماذا؟ ينذرنا بفشل عمليه برخام التي تعتمد عليها فرنسا في اطار سياستها الخارجيه، وبالتالي فشل هذه العمليه العسكريه بشانه ان يؤثر داخل النظام الفرنسي ويؤثر على ضوابط صناعه القرار، لا سيما صناعه القرار العسكريه في فرنسا، ويجعلها نقطه سلبيه بالنسبه للاستراتيجيه العسكريه الفرنسيه خارج الاقاليم الفرنسيه. وبالتالي القرار الجزائري يكون قد اعطى ضربه كبيره للنظام الفرنسي من حيث العمل العسكري خارج الاقليم. وبالتالي هذا القرار بشانه اولا لقد لقي حاضنه كبيره من قبل المجتمع الجزائري، بل اكثر من ذلك اعطى نوع من النفسيه لدى المواطن الجزائري لما اتخذت الجزائر هذا القرار بمنع هذه الطائرات العسكريه. وبالتالي اليوم السياسه الخارجيه الفرنسيه اقولها اصبحت نوعا ما متدهوره، خاصه مع ما يسمى بظهور النظام الدولي الجديد وتشكيلات داخل المجتمع الدولي. دعني اذكرك بنقطه مهمه قالها رئيس الولايات المتحده الامريكيه في الجمعيه العامه للامم المتحده موجها خطابه للدول الكبرى، قال لهم بالحرف الواحد: كفانا هيمنه الدول الكبرى على الدول الصغرى. نقولها بصراحه، فرنسا ما زالت تتعامل مع بعض الدول التي كانت تستعمرها على انها ما زالت مستعمره بالنسبه لها، وبالتالي هذا خطا كبير واستراتيجي في نظره صانع القرار الفرنسي. لماذا؟ لان هنالك داخل فرنسا اليمين المتطرف هو الذي يقوم بالضغط على الرئيس الفرنسي من اجل الاملاء بمثل هذه التصريحات التي لا تخدم العلاقات الجيده ما بين الجزائر وفرنسا، وان كانت لدينا هنالك اتفاقيه دوليه ما بين الدولتين. هذا لا يعني على الاطلاق كما جاء على لسان السي مصطفى، لا يعني على الاطلاق انه لا يوجد تيار معتدل في فرنسا، بل هنالك الكثير من فقهاء القانون لا سيما فقهاء القانون الدستوري في فرنسا ومنظمات حقوقيه في فرنسا التي لا تساند افكار ماكرون ولا تساند تصريحاته حول الهجره ولا تساند ما يقوم به. وبالتالي قام ماكرون بفتح عده جبهات سواء خارجيه او داخليه داخل فرنسا، زياده على ذلك الى الازمه الاقتصاديه التي تعانيها فرنسا وانهيار نوعا ما الاقتصاد الفرنسي، وكذلك حركات احتجاج الشطرات الصفر في فرنسا التي من شأنها تشكل جماعة ضاغطة على ما يقوم به ماكرون. وبالتالي اليوم نستطيع أن نقول على أن فرنسا أصبحت شبه منعزلة. لماذا؟ خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية همشتها مؤخرا من التحالف الأمني الذي جمع ما بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذه النقطة أستاذ أبو الفضل، وفي هذه النقطة ما يتعلق بأزمة الغواصات والتخلي عن السفن التقليدية الغواصات التقليدية الفرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية. هذه اعتبرت صفعة لفرنسا وأثارت الكثير من الجدل سواء في الداخل الفرنسي أو الأوروبي والغربي، يعني أثارت الكثير من النقاش. هل خطوة أو تصريح الرئيس الفرنسي بخصوص تشكيك بوجود أمة جزائرية ونقاط أخرى ذكرها الرئيس الفرنسي، هل أراد بخرجته أنه ينقل مربع النقاش ربما؟ في حقيقة الأمر على أن فرنسا كما صرح وزير الخارجية الفرنسي أنها تلقت طعنة في الظهر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الآن فرنسا تخطط لماذا؟ تخطط لسياسة أمنية دفاعية أوروبية منعزلة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وكأن التوجه الآن الفرنسي يعتمد على ما يسمى بالأمن الأوروبي المشترك البعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية. ومؤخرا صرح الاتحاد الأوروبي أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية في حمايته، وبالتالي نلاحظ نوع من التوتر ما بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي لفرنسا لن تذيب الجليد الكبير الذي هو بين فرنسا وبين الولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد رسميا على أن فرنسا لن تقف أمام الزحف الصيني، وبالتالي لن يعد لديها القوة
الكافيه. دعيني اذكرك بنقطه مهمه، على ان وسائل الاعلام الفرنسيه ولا داعي لذكر اسمها شنت مؤخرا حمله ضد الجزائر فيما يخص تمويل الغاز لاسبانيا. لهذا السبب جاء وزير الخارجيه الاسباني الى الجزائر وصرح بصريح العباره على ان الجزائر شريك موثوق به، وبالتالي كما سبق وان ذكرت على ان فرنسا لديها سوء النيه في اتجاه الجزائر، حتى انها لم تدع الجزائر عندما ارادت تمويل اسبانيا عن طريق الانبوب البحري الذي ينطلق من بنزاف الى ارمينيا بالغاز، وقامت بحملات اعلاميه ضد هذا الانبوب. لكن اسبانيا كانت عكس التصريحات الفرنسيه، عندما صرح وزير الخارجيه الاسباني لما جاء في زياره الجزائر ان الجزائر هو حليف موثوق به. بالتالي نلاحظ كل هذه المؤشرات الصادره من النظام الفرنسي من ناحيه القانون الدولي لا تدل على حسن نيه تعامل فرنسا مع الجزائر، وبالتالي على النظام الفرنسي ان يدرك ويعيد سياسته في التعامل مع الجزائر على اساس رابح وعلى اساس انه يتعامل مع الدوله ذات السياده، وهنا تكون ربما انطلاقه جديده في العلاقات. وبالتالي تصريحات ماكرون تدخل في اطار التجاذبات المتعلقه بالانتخابات، يعني يحاول ان في كل مره ان يبرز مثلا ملف الهجره، يبرز مثلا ملف الحركه، والان يقوم بالتعدي السارح على سياده الدوله الجزائريه. هذا الشيء الذي جعل النظام الجزائري ربما لعقود من الزمن لاول مره يغضب على النظام الفرنسي، فتحولت الجزائر من دبلوماسيه التصريحات الى دبلوماسيه الافعال. إذا أستاذ إسماعيل جوهري أتوجه إليكم، إضافة ربما أو تعقيب على ما قاله الأستاذ أبو الفضل. يبدو أن الأستاذ إسماعيل جوهري لا يسمعني. أستاذ دريدي، إضافة أو تعقيب على ما قاله الأستاذ أبو الفضل بخصوص هذه النقطة. نعم، هو في الحقيقة أنا نسيت نقطة ما ذكرتهاش كي تكلمت على الدبلوماسية الفرنسية وتكلمت على الانتشار الواسع في عجالة أستاذ يعني للسفارات والقنصليات الفرنسية. عندما نتكلم عن الدبلوماسية نتكلم بطبيعة الحال الدبلوماسية هي واجهة للسياسة الخارجية لأي دولة، بمعنى عندما نتكلم عن الدبلوماسية الفرنسية نتكلم عن السياسة الخارجية الفرنسية. هناك كثير من الفرنسيين وخاصة المثقفين ورجال السياسة انتقدوا كثير ضعف السياسة الخارجية الفرنسية في السنوات الأخيرة، وبالتالي هناك ما يقارب 60 سفير فرنسي وقعوا على نداء لصالح إعادة تعريف السياسة الخارجية الفرنسية، بمعنى أن السياسة الخارجية الفرنسية في السنوات الأخيرة فقدت بوصلتها. ولهذا عندما كتب في فروع الكتاب دبلوماسي إيمانويل ماكرون قوة بلا ضوابط وتوازنات، بمعنى أن فرنسا دخلت في عدة أزمات، يعني أقحمت نفسها في عدة أزمات، في الأزمة السورية، في الأزمة الليبية، في الأزمة اللبنانية، في الأزمات يعني في الشرق الأوسط، في أزمات حتى في الأزمات اللي تعرفها أوروبا، ويعني أدخلت أو حشرت نفسها في أزمات اللي تمثل عبء على بالنسبة لأوروبا، مثل قضية المهاجرين غير شرعيين وغير ذلك. ولهذا أنا دائما استلهب أفكار من المفكر السياسي الفرنسي برتران بادي، اللي يكتب واحد الكتاب ايضا اسمه واحد الوقت لامبويسونس دو لا بويسونس، يعني ضعف القوه او عدم قدره القوه، يعني الدول القويه. ويتحدث عن فرنسا كنموذج، هو يتكلم عن بصفه الدول الامبرياليه، الدول الكبرى اللي عدم قدرتها مواجهه المستجدات التي تشهدها العلاقات الدولية، الأمراض، التغير في المناخ، هذه الهجرة الغير شرعية، هذه الآفات أو المشاكل والأزمات الاجتماعية التي لم تستطيع هذه الدول الكبرى أن تعالجها، وبالتالي سماها لامبويسونس دو لا بويسونس. معناتها هذه الدول الكبرى أصبحت ضعيفة أو أصبحت عاجزة أمام هذه المشاكل الاجتماعية التي طغت على الساحة الدولية. الأمراض الآن مثلا لاحظنا في مؤخرا في جائحة كورونا كيف أصبحت أوروبا يعني تتخبط وعاجزة أمام مواجهة هذه الجائحة، بمعنى أن هذه الدول وبينهم فرنسا
كان من المفروض انها ما دام انها تدعي انها من الدول الكبرى وانها تقود يعني على راس الدول الكبرى اللي تقود العلاقات الدوليه وتوجهات العالم المستقبلي، كان المفروض انها تكون عندها حلول، تكون عندها سيناريوهات لمواجهه مثل هذه المشاكل، لكن للاسف يعني وقعت عاجزه امام هذه المشاكل، وعاجزه امام حل مشكل الهجره السريه، عاجزه امام مواجهه تدفق اللاجئين الى اوروبا، دخلت في صراعات بطريقه او باخرى مع شريكها الاساسي وهو المانيا في كثير من الحالات. وبالتالي كان من الضروري وكان من المنطقي ان تطالب هؤلاء السفراء باعاده نظر او اعاده تعريف السياسه الخارجيه الفرنسيه. يعني ما الذي تريده فرنسا بالضبط؟ هل تريد ان تواكب التطورات التي يشهدها العالم وبالتالي تندمج وتنخرط في المسعى العام في توجهات الدول الكبرى او السياسه العالميه مع العولمه وغير ذلك، ام تريد سياسه خارجيه خاصه بها وفق منظورها وفق ادراكها لمكانتها التي كانت عليها سابقا؟ الفكر الامبراطوري يعني وما الى ذلك، والدوله الاستعماريه القديمه وغير فعلا. ذلك. اخر سؤال استاذي، ماكرون مؤخرا خرج يعني تكلم في اذاعه فرنسا انتر، تحدث قال انه تجمعنا علاقات عميقه مع الشعب الجزائري وطلب بالتهدئه وما الى ذلك. هل هذه التصريحات كفيله بان تلطف ربما الاجواء مع الجزائر؟ والله هذا يرجع، أو الجزائر تنتظر أكثر من ذلك. هذا يرجع أصلا إلى النوايا الصادقة. يعني إذا كان صادقا، قبل أن أقول إذا كان صادقا أقول لماذا يعني دائما خرجاته أو اعتذاراته تكون متأخرة؟ لماذا يعني السلطات الجزائرية قبل أن تتخذ القرارات التي اتخذتها كانت تنتظر توضيحا من السلطات الفرنسية؟ أكيد، والدليل استدعاها للسفير توضيح أو تكذيب لتلك التصريحات، أو على الأقل تفسير لتلك التصريحات، محاولة يعني معالجتها ووضعها في سياق آخر غير السياق الذي فهم به. لكن سكوت والتزام الصمت التام للسلطات الفرنسية معناتها هذا يثبت بأن ما تصريحات صحيحة، والتي نقلتها جريدة لوموند أنها صحيحة ولا غبار عليها. وبالتالي عندما انتظرت السلطات الجزائرية ردود فعل السلطات الفرنسية على هذه التصريحات لم يصدر شيء، بادرت إلى اتخاذ القرارات التي رأتها مناسبة والتي تتماشى وقراراتها السيادية وسيادتها الوطنية. الآن الاعتذار بطبيعة الحال، ماكرون في كل كثير من يعني الأزمات هو حاول أن يلطف الجو يعني ولم يعتذر حتى نضبط الأمور، ويحاول أن يفسر على أساس أن تصريحاته أخذت بطريقة أو أسيء فهمها وغير ذلك. هذه بطبيعة الحال هنا الموقف يرجع للسلطات الرسمية الجزائرية، وربما طريقة قراءتها وفهمها لهذا الاعتذار. إذا أستاذ أبو الفضل بهلولي، تسمعني معي؟ نعم. إذا قلت أن التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي حاول فيها أن يلطف الجو مع الجزائر، هل هي كفيلة بأن تغلق هذه الصفحة؟ أنا أعتقد أنها تصريحات الاستهلاك فقط. لماذا؟ لأن الجزائر اتخذت جملة من الإجراءات الشكلية المتعارف عليها في القانون الدولي، وهي متمثلة في استدعاء السفير وكذلك في دعوة السفير الجزائري. كان الأرجح على السلطات الفرنسية أن تقوم بإعطاء نظرة رسمية اتجاه أو رد بالنسبة للسلطات الجزائرية، وهي ما تنتظره أعتقد السلطات الجزائرية والخارجية الجزائرية اليوم، هو أن يكون ردا رسميا على تصريحات السيد ماكرون التي قالها في شأن تدخل في السيادة الجزائرية. حتى أن الجزائر التصريح الأخير لماكرون لم تعره أي اهتمام ولا يوجد أي رد رسمي من قبل السلطات الجزائرية حول تصريحاته الأخيرة. يجب على فرنسا أو على النظام الفرنسي أن يبدي حسن نيته في اتجاه التعامل مع الجزائر، وأعتقد على أن الجزائر أو الدبلوماسية الجزائرية سوف تعول على التيار أو المعتدلين داخل فرنسا من أجل إعادة بناء العلاقات الجزائرية
الفرنسية بشرط ابتعاد اليمين المتطرف عن هذه العلاقات التي دائما يعملوا على توترها، وكذلك على محاولة كسر العلاقات ما بين الجزائر وفرنسا. كذلك نقطة مهمة وعليها أختم كلامي، يجب على النظام الفرنسي أن يبتعد عن نقطة النظر إلى الدول التي كانت في الاستعمار أو الاستدمار سابقا بنفس النظرة. فما دامت فرنسا تنظر إلينا بهذه النظرة فلا يكون هنالك تطور. في نقطة مهمة وهو على أنه منذ بداية الحراك الأصيل المبارك الزيارات الرسمية الفرنسية أو الوفود الرسمية من مختلف المستويات أصبحت قليلة جدا بالنسبة للجزائر إذا ما قررناها قبل الحراك الأصيل المبارك. هذا ربما يعطينا معيار أو مؤشر بوجود توتر في العلاقات ما بين الجزائر وما بين فرنسا، التي ربما يمكن نظرا لوجود علاقات واتفاقيات اقتصادية أن تتحسن بشرط أن يكون هو الفاعل الأساسي وهو المعتدلون المتواجدون في فرنسا، بعيدا عن النظرة الإمبراطورية، بعيدا عن النظرة الاستعمارية، وفي إطار ما يسمى بالعلاقات الدولية المبنية على أساس السيادة وكذلك حسن النية. شكرا أستاذ أبو الفضل البهلولي، وصلت الفكرة. إذا مشاهدينا بهذا الفقرة الأولى قد انتهت، ننتقل إلى الفقرة الثانية من البرنامج متفرقات عالمية. نتابع مشاهدينا هذه المتفرقات العالمية ولنا عودة. انطلقت صباح يوم الأحد وقفة بالشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة دعما للرئيس قيس سعيد، كما نظم في العديد من الولايات التونسية على غرار سوسة، صفاقس ونابل وقنقفصة والمونستير عددا من الوقفات المساندة للرئيس ودعما للإجراءات الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 من الشهر جويليا الماضي. المتظاهرون رفعوا شعارات ورددوا هتافات تطالب رئيس قيس سعيد بحل البرلمان ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وتصحيح مسار الثورة. رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفاء في تقاريرها الشهري الثامن حول انتهاكات الكيان الصهيوني والمستوطنين باستشهاد 13 مواطنا وإصابة 214 آخرين واعتقال 235 خلال شهر سبتمبر المنصرم. ووثقت وفاء في تقريرها انتهاكات للمستوطنين خلال الشهر المذكور وقرارات بالاستيلاء على 48700 دنم شرق بيت لحم وتجريف 32 آخرين. اقترب إعصار شاهين من سلطنة عمان وصاحبا معه أمطارا غزيرة، ما دفع السلطات لتأجيل الرحلات الجوية من وإلى العاصمة مسقط وحث السكان على إخلاء المناطق الساحلية. وذكر في بيان مشترك لهيئات الإنذار المبكر والأرصاد والطيران المدني أنه تم رصد مركز العاصفة على نحو 60 كيلومترا من مسقط، مشيرا إلى أنها مصحوبة برياح وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا في الساعة. وكما تجدر الإشارة إلى أن السلطات العمانية أعلنت في وقت سابق على إجازة رسمية للموظفين في القطاعين العام والخاص باستثناء محافظتي ظفار والوسطى بسبب الأجواء المناخية التي تشهدها السلطنة، مطالبة السكان الذين يقطنون قرب المنطقة الواقعة في نطاق التأثير المباشر للإعصار ضرورة إخلاء منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء. أعلنت الحكومة البريطانية أن إجراء منع دخول أراضي المملكة المتحدة باستخدام بطاقة الهوية الصادرة عن دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية في حقبة ما بعد بروكسل دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة. وبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لازما على غالبية مواطني سويسرا والاتحاد الأوروبي ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية أن يحملوا جواز سفر صالحا لدخول أراضي المملكة المتحدة. ذكرت المديرية الكورية الجنوبية للسيطرة والوقاية من الأمراض أن البلاد اكتشفت للمرة الأولى 3 حالات مصابة بسلالة مو التاجية، وأفيد بأن هذه العدوى وجدت لدى 3 أشخاص وصلوا إلى كوريا الجنوبية من المكسيك والولايات الأمريكية المتحدة وكولومبيا في ماي وجوان وجويليا على التوالي. إذا بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامجنا لنهار اليوم. أشكر الأستاذ دريدي مصطفى المحلل السياسي، وكان معي عبر الهاتف الدكتور أبو الفضل بهلولي الأستاذ بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية. شكرا على قبول الدعوة والحضور.
كما أشكر الأستاذ إسماعيل جوهري المختص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. أشكركم جميعا على قبول الدعوة والحضور. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا إلى الختام. نضرب لكم موعدنا الأسبوع المقبل على نفس القناة ونفس التوقيت. يا سمير شريك تحييكم، في أمان الله.